الجنة من غير ناس ما تنداس. اه والصراحة الجملة دي بالنسبة لي يعني أول حاجة بتيجي في دماغي أول ما بحس إن العلاقات صعبة ومش عارفة أتعامل مع حد، حاسة إنه ببذل مجهود كتير قوي كبير قوي علشان أتفاهم مع اللي حواليا، وأقعد أقول إيه، أنا عايزة أبقى لوحدي. بعد كده أفتكر جملة الجنة من غير ناس ما تنداس، وهي جملة بسيطة قوي بس بتبين مدى أهمية العلاقات. إنك لو في الجنة، شوف الجنة بس لوحدك مش هتعرف تتبسط. فأهمية العلاقات في إنك بتتبسط بوجود الناس. بنلاقي صعوبة في التعامل، ساعات مش عارفين نعمل نفهم مجهود. بعض، بنعمل مجهود كبير جدا. أصلا المجهود، أنا اكتشفت إن المجهود في العلاقات هو ضروري، هو إجباري. يعني أنا مش هفكر إن أنا أبذل مجهود، أنا فعلا هبذل مجهود في كل العلاقات. علاقتي ببابا وماما، بإخواتي، بشريك الحياة، بأصحابي، بكل العلاقات. ف... ففعلا اختيارنا للوحدة في الأوقات اللي احنا بنحس فيها إن احنا مش عارفين نتعامل اختيار مش صح، هو اختيار مبني على مشاعر سلبية، من خناقة، من عدم فهم. لكن فكرة إن أنا أبقى طول الوقت حواليا ناس، بتكلم، بعبر، بتعامل بشكل تلقائي، بتعلم منهم، بيتعلموا مني، الفكرة دي في حد ذاتها أصلا هي نعمة. حتى احساس الوحده اللي احنا بنقول عليه ده، سبحان الله، يعني ايه، كلنا بنبقى فاكرين لما تبقى وحيد هتبقى سعيد مثلا، امم على السن انت ايه خلاص بقى ما قفلت باب الشر بكل اللي بيجي منه. بالظبط. سبحان الله، كان في جمله حلوه جدا يقول لك انت لما بتنجرح من حد وتقفل قلبك، انت في الحقيقي انت بتقفل قلبك علشان ما يوصلكش المشاعر المؤلمه، امم بس وانت قافل قلبك مش هيوصلك كمان المشاعر الكويسه. بالظبط. ده حتى هي معادلة، يعني مش هعرف اخد حاجة واحدة. ايوه، ده حتى قال لك الاحساس بالوحده، يعني جون كاسيبو ده عالم اعصاب اجتماعي ماشي امم في جامعه شيكاغو، قال لك انه الاحساس بالوحده هو طلع مش بس مؤذي ان هو بيأثر على الانسان في تفكيره، امم لا ده بيأثر على جهازه المناعي وممكن يؤدي للوفاه زي السمنه والتدخين. امم فاحنا فاكرين ان احنا لو اعتزلنا الناس كده احسن نرتاح. واحنا وحيدين، لا بالعكس، امم حضرتك انت كده بتنقل نفسك لمرحله اسوأ بكتير، بس انت لسه مش واخد بالك من الموضوع ده، امم هتعرف لما تروح هناك. احنا الاختلاط بالناس كده كده هيخليني متطورة طول الوقت، ان انا بتعامل مع ناس مختلف عني، سواء حتى قريبين او الناس اللي هي بقابلهم في صدف حتى في الطريق. يعني طول ما انا بحتك بناس انا بتعلم وبتطور، وبتعلم ازاي اصلا اتعامل. لكن طول ما انا لوحدي هتعلم ايه، هتعامل مع مين اصلا؟ مش يعني، ولا هيبقى في مدخلات ولا مخرجات مني ولا اي حاجه اصلا خالص. هبقى فعلا يعني ما فيش، مش هيبقى ليه وجود. فالعلاقات فعلا زي ما احنا عاملين في دردشه روح العلاقات، فالعلاقات روح نقدر ناخد منها ونديها بشكل يعني متبادل. الفكرة بقى في الإدارة، إن إحنا إزاي بندير علاقاتنا، مش إن إحنا أول ما نلاقي خبطة أو صدمة في حد نبعد وناخد كده عزلة. لأن كمان خدي بالك، العزلة في عزلة إيجابية، إن أنا بختلطش كل بالناس، واختلط خلي شويه أخلي لنفسي، شوية لنفسي. ده حاجة كده 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 دلوقتي بقت ايجابيه جدا. يعني حلوة قوي. بس في نفس الوقت إن وجودي وسط ناس هي حاجة بتخليني فريش، حاجة بتخليني طول الوقت بأبدع، حتى في روح، في حياة. فالعلاقات طبعا مهمة جدا. بحس ان حتى وجودنا وسط الناس مرايات، ده يعني انت حقيقي. بتعرفي حاجات جديده جوه نفسك وانت بتتعاملي مع حد مختلف، مم. كنتش اعرف ان الحته دي موجوده سواء فيا. حلوه او وحشه يعني، بالظبط. بس ما كنتش اعرف ان موجوده فيا اصلا، بالظبط. فهي دي حقيقه جدا أنا دايما بقول أنا بكتشف نفسي من خلال مع الناس، كل علاقه. مع كل علاقة فعلا. وخصوصا بقى كمان الناس الجديدة من ثقافات جديدة في مجتمع جديد تماما. كل ما تخشي مجتمع انت اصلا اول ما الناس تخشي المختلفه ناس عننا. مختلفة تماما، فعلا بتكتشفي في نفسك حاجات سواء حلوة او وحشة يعني. بس عموما الاكتشاف ده مبهر، بيخليكي فعلا اللي هو لا انا ما كنتش. وكمان ساعات بنحط لنفسنا توقعات، اللي هو انا هتصرف بالشكل الفلاني في الموقف الفلاني، فلما اتحط تتحطي جوه الموقف تلاقي حاجة تانية. مفيش. فلا، حاجة بتبقى بالنسبة لي لذيذة قوي. اصلا فكرة اكتشاف الذات بالنسبة لي شغف. انا طول ما انا بكتشف نفسي وسط تعاملاتي مع الناس، دي حاجة بتخليني مبسوطة يعني. من الحاجات بقى الجميلة قوي ان انا بقيت احب اتفكر فيها في القرآن، ربنا اتكلم عن كل علاقة في القرآن. مم. احنا بنذكر دايما وبالوالدين احسانا والزواج، وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ولكن ربنا برضو اتكلم عن الاخوه، علاقه سيدنا موسى بسيدنا هارون، سنشد عضدك باخيك. واتكلم عن الاصدقاء، علاقه سيدنا محمد بسيدنا ابو بكر الصديق، اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا.
كمان قصة سيدنا موسى وأم سيدنا موسى، قد إيه ربنا بيبين لنا العلاقة، قد إيه كانت هي خايفة عليه جدا، وبرغم إن هي سلمت لله، بس ربنا بيبرز لنا مدى خوفها عليه، وقالت لأخته روحي شوفيه وتابعيه. ففعلا القرآن الكريم اتكلم عن كل العلاقات بشكل جميل جدا. جميل كمان ان ربنا سبحانه وتعالى مش بس عرفنا العلاقات الحلوه، مم. لا عرفنا الجانب التاني من العلاقات، الشكل التاني، النفوس بتاعت البني ادمين عامله ازاي فعلا. سبحان مم. الله، زي ما وراكي اخ كويس سيدنا موسى وسيدنا هارون، وراكي اخوات مثلا سيدنا سيدنا يوسف. يوسف، وراكي قابيل وهابيل مم. قصتهم. فربنا سبحانه وتعالى وراكي الاثنين. انا فاكره ان انا في اول ما كنت في بدايه خالص تديني وحجابي وكده، مم. كنت مختلفه قوي عن البيئه اللي حواليا، مم. فكان بيجي لي وقت كبير جدا بعتذر الناس لانه مش متقبليني. أيوه. فكان في الوقت ده بقرا القران بحس ان هو بيقول لي البني ادمين عاملين ازاي. مم. فعلى قد ما انا كنت في الحقيقه بقعد لوحدي، على قد ما انا خرجت من قعدتي لوحدي دي لا انا فاهمه عن الناس اكتر. مم. ليه؟ ما هو القران بيحكي لي عن كل الناس، بيحكي لي عن اشر واحد في الدنيا فرعون واللي عمله، وبيحكي لي عن اكتر الناس صالحين اللي هم الانبياء، مم. بيحكي لي عن اكتر ناس صبروا على الايذاء وتحملوا وي وي وي، ويحكي لي عن الصابر المنعم زي سيدنا سليمان وسيدنا داوود، ويحكي لي عن كل الاحوال بتاعت الناس اللي بنعدي بيها. فسبحان الله فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا انه البني ادمين مش شبه بعض، ده حقيقي. وان انت وانت وسطيهم سبحان الله انت عمال تتنقل كده في القران، تتفرج على الناس، ناس غريبه شايفه قدامها حاجات وبتنكرها عادي جدا رغم المنطق والعقل وكل حاجه هم نفسهم بيشهدوا بس هينكروها مم. عادي جدا، وناس تانيين اول ما يعرفوا الحق بياخدوه. مم. فسبحان الله روح العلاقات بتعلمنا ان احنا بنحط فيه روح جوه العلاقه، ان انت بتبقى فاهم ان العلاقه دي كأن ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا ايه، يعني والله المثل الاعلى، بس كأن احنا في علاقتنا ببعضنا بيتجلى علينا فيها ربنا سبحانه وتعالى في علاقتنا معاه، مم. حتى بيعلمنا نعامل بعض ازاي من معاملته سبحانه وتعالى ليه، ده حقيقي. طبعا على قدره سبحانه أيوه وعلى طبعا. قدرنا، مم. في فرق كبير. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول لك ايه، يقول لك مثلا ايه، بصي لو حد عمل لك حاجه برضه اعفي عنه، زي مثلا الآية بتاعت سيدنا أبو بكر لما ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه، وليعفوا وليصفحوا ألا مم. تحبون أن يغفر الله لكم. هي إيه مناسبة الآية؟ سيدنا أبو بكر كان منع العطية عن الحد اللي اتكلم في عرض مم. ستنا عائشة، مم. فربنا قال له يعني ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة، لا رجع له العطية تاني، مش أنت مم. تحب إن ربنا سبحانه وتعالى. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا زي ما أنت حابب ربنا يعاملك عامل عامل الخلق. الناس. ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول لك ايه، الا من تاب وامن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مم. ده عن علاقه ربنا بينا سبحانه وتعالى. فيجي ربنا سبحانه وتعالى عن علاقتنا احنا بالخلق يقول لنا ايه، ادفع بالتي هي احسن السيئه. مم. مش انا ببدل الحسنات سيئات، انت كمان لما يبقى عندك حد بيعاملك وحش عامله انت كويس، مم. ادفع بالتي هي احسن السيئه. فسبحان الله يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ايه، يعلمنا مثلا انه زي لما حد يديلك حاجه او يعمل لك معروف اديها باكتر منها. ربنا يذكرها سبحانه وتعالى في القران فيقول لك ايه، واذا حييتم بتحيه حقيقي فحيوا بقى باحسن أحسن. منها او ردوها. مم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، من اتى اليكم معروفا فكافئوه، يعمل لكم حاجه حلوه فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. لو حد عمل لك معروف كافئه. مم. طب لو انت مش لاقي حاجه تكافئه بيها من كتر ما ادعيله. المعروف كبير او من كتر ما انت ما عندكش حاجه، ادعي له لحد ما تحس ان دعاك ده كفى اللي هو عمله. أيوه. فكأن احنا لازم سبحان الله ان احنا دايما نكون يعني ايه، بتاخد ادي اكتر ما تاخد. أيوه. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا كده، وبعدين يحسنا جدا على ده، وده من روح العلاقات. يعني تخيلي سبحان الله احنا لو اتعاملنا كلنا كده، يعني ما تبصش لنفسك وبس، بس تخيل لو المجتمع كله بكده، كل الناس لما حد يعمل لها حاجه وحشه ادفع بالتي هي احسن السيئه فيروح مم. عامله الحاجه الكويسه. مم. اقربكم مني مجلسا احسنكم اخلاقا. مم. طب ما هو احسنكم اخلاقا مع مين؟ مع نفسه. لا، مع ما هو الناس. اغلب الاخلاق اصلا مع مع الناس. الناس. مم. الدين المعامله احنا أيوه. واخدين كده. مم. ما هي ليه؟ علشان اساس معاملتك مع الناس كانك بتبني بيها معاملتك مع ربنا. انت شايف كرم ربنا عليك فبتكرم الخلق، اللي شايف رحمه ربنا بيعرف يرحم، مم. وهكذا. فتحس ان هي سايكل أيوه. بتعلمنا كلنا انه فعلا في روح في العلاقه لو اتحطت مش هتغير بس شكل علاقاتنا، لا دي هتغير كمان شكل علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. فروح العلاقات مش بس بيعلمنا ازاي نتعامل في العلاقات، لا هو بيعلمنا حاجات لو حطيناها في العلاقات، العلاقات هيبقى لها روح.
ولو شلناها من العلاقات هيبقى لها روح.